يكون ديكتاتور ديكتاتور، مستبد مستبد، ويعني والعبد لله اشهدوا يعني انني اول من قلت واول من كتبت واكثر من قلت واكثر من كتبت، يعني حين كان البعض يصفق او يروج. لكن لا، هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمحو هذا المشهد التاريخي الذي يجب أن نراه جميعا الآن. استرداد طابة وعودتها إلى أحضان الوطن الأم. يوم رفع رئيس حسني مبارك علم مصر خفاقا عاليا فوق أرض طابة، معلنا للعالم أجمع استرداد آخر نقطة حدود مصرية واستكمال السيادة الكلية لمصر على سيناء. كرهته بقى، حبيته، كنت بتأيده، صرت ضده، كنت بتعارضه، كنت بتنافقه، كنت مع النظام السابق ضد النظام السابق. لا تستطيع أن تفر أبدا أو تهرب من حقيقة هذا المشهد الأهم في تاريخنا المعاصر. فيه علم مصر مرفوع على الأرض محررة بيرفعها حسني مبارك. طب هنعمل إيه؟ حظك أنت كده بقى. هذا قدر محض، هذا تاريخ كامل، هذا حق للرجل وللفترة وللتاريخ. اللي عايز يمحي صورة زي دي يبقى عايز يمحي صورة أنور السادات وهو في غرفة عمليات حرب أكتوبر. اللي عايز يمحي صورة زي دي يبقى يمحي صورة جمال عبد الناصر في 56 وهو على منبر الأزهر، وإنجازات تفوق أي إنجازات في أي عصر قدمها هذا الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر. اللي عايز يمحي صورة جمال عبد الناصر يمحي صورة الملك فاروق. هينسى ويتجاهل انه هذا العصر وعصر الملك فاروق شهد نوابغ مصر وقمم مصر وقمم الوطنية ونضال وطني رائع جدا وهائل جدا. انتبهوا انتبهوا، ما ينفعش خالص ان احنا نتعامل مع تاريخنا بهذه الطريقة اللي فيها ضعة وخسة. اللي عايز يزعل يزعل، واللي عايز يشوه يشوه، واللي عايز يشهر يشهر، واللي عايز يشتم يشتم. زي انتوا احرار انتوا. هذه أمة يقودها لا عقل يقود ولا فكر يقود. أمة إذا كانت عايزة تقودها غرائزها، يلا خدي غرائزك، يلا وارمي نفسك في النيل، احنا نعمل لك ايه؟ انا مش احن على الشعب المصري من نفسه، انا بقول واجب العقل الذي يجب ان يسود. حتى واحنا بنتكلم مع او عن مستبد او ديكتاتور، بنتكلم على انه في هذه النقاط التاريخية الوطنية الواجب الاشارة اليها حين قدوم لحظتها ومناسبتها التاريخية في حقيقة الامر. وبمناسبة ان اللي احنا شفناه ده العلم المرفوع على طابة، انا بس عايز، انا حكينا